في البلاصه ديال الطبله كاين المغسل اللي كيغسلوا فيه الموتى ومكفنه فيه الشوافه. نبغي نرحب بكم واحد بواحد في دارنا الثانيه اللي سميناها ميمون، بحكم ان القناه مختصه في قصص من عالم الجن. اهم حاجه تقدر دير دابا هي دير واحد ابوني ولايك، هادو غادي يخليوك من الاوائل الناس اللي كيتوصلوا بالفيديوهات ديالي. ما نطولش عليكم المقدمه، غادي تعرفوا عليا من بعد شويه بشويه. من خلال القصص اللي كنعاود وصلوني بزاف د الرسائل ديال ناس عانوا من مشاكل وقعوا لهم مع العالم الاخر، مس، سحر، عين. ولكن العين بصيره واليد قصيره، وهذا الهدف ديالي من هاد القصص، ان اللي لقى العلاج ديالو ربي معاه، واللي مازال غادي يستافد، واللي كيفكر يدخل لهاد العالم يعرف بالضبط اشنو عليه ويتحمل المسؤولية الكاملة على التصرفات ديالو. كل واحد فينا عنده قصة أغرب من الخيال مع العالم الآخر اللي مخليها بينه وبين راسو، وإلا حاول يعاودها لأي واحد غادي يبان حمق. داكشي علاش كيفضل يتناسى الموضوع بحال ما عمرو ما كان، في حين كاين ناس آخرين اللي داكشي مازال مأثر عليهم وعلى الحياة ديالهم من اللي وقع الحادث إلى يومنا هذا. الصدفة كتقول بالإنسان يا للخير يا للشر، وقصتي بدات بصدفة اللي ما كنتش كاع كنتسناها. سميتي عمر، شاب مغربي في بداية الثلاثينات، وكأي شاب مغربي كبرت وطرعرعت في واحد من الأحياء الشعبية بمدينة الدار البيضاء. في الصغر العائلة ما تيكونوش رادين ليك البال، كل شي عندنا في الحومة غادي بمبدأ ولد وطلق للزنقة تربيه، والحاجة الوحيدة اللي تيقولوها باش يأيدوا الفكرة ديالهم هي مالهم، راه كل شي كبر. أنا وزوج دراري صحابي محسن وعادل، وخا صغار كنا مولوعين بالجن وأي حاجة متعلقة به، في حين هادشي كيخلع أي واحد آخر. وفي كل درب كتلقى الصالح والطالح، وفي دربنا كانت شوافة اللي كانت مزوجة بفقيه سوسي، وكيجيو عنده غير الناس كيف ما كنقولوا الهاي كلاس، مغنيين وممثلين مشهورين وحتى السياسيين وما إلى ذلك، كيديروا اللدون والقبول والحجابات اللي كيطردوا عليهم أي قوة سلبية. الشوافة توفات، وبنادم في الحومة باش يوقف ويدير لها العزو والمسامحة وإن الله غفور رحيم، لا، هما داروا العكس. كل شي فرحان والناس خارجة من الجامع وكتبارك لبعضياتها. علاش؟ حيت الشوافة ماتت واللعنة غادي تبعد على الدرب، حيت كل شي فيه منحوس وتا شي واحد ما عمره ما تقدات ليه شي حاجة. من نهار الأول الشوافة قراتها فيهم حسيفة، بحكم أنهم جابوا لها البوليس واحد النهار وبغاو يخرجوها. ملي جاو البوليس الناس واقفة وهي خارجة وكتقول لهم إلا مشيت أنا وجوادي راه أرضهم وأصلهم هنايا، وهنا فين غادي يبقاو تيورث مولاي الأرض باللي فيها. من بعد شي ساعة رجعت بالسيف السيدة، تم القضاة والمحاميين كيجيو لعندها. ونعرف ان شي ناس كيتفرجوا فيها كيعرفوا بحال هاد النوع من الشوافات اللي كيمشيو عندهم ناس مهمين بزاف واعضاء في الدولة كاع. الفلوس اللي عندها خلاتها كاملة، تيقولوا باللي شراتها كاملة ذهب وذهب حر خالص، ودفناتو في شي قنت ككنز زعما وكولاء لواحد من الجن. وهادشي قالوا الدري اللي كان تيتسخر ليها، بحكم انه كان كيجلس ويجمع معانا حنا الدراري ولا الدرب بعض المرات، وفي صراحة كيجمع معانا غير تخبيه، حيت هي كانت مانعة عليه هادشي باش ما يخرجش الهضرة اللي كيسمع عندها في الدار. زيد على ان الشخصيات اللي كيجيو تما معروفين وما خصو يخرج عليهم حتى شي سر.
المهم ديك الليلة اللي توفات فيها هي نفسها اللي المصير ديالي غادي يتبدل فيها. وهادشي وقع ملي كانت في عمري 16 سنة. الدري اللي كان كيتسخر ليها تيقولوا بلي شفر داكشي اللي شفر من عندها في الدار وحنا راسو، ومشى نيشان للبلاد منين هو جاي وفين تيسكن. والدار بقات خاوية وما فيها حتى شي واحد. هادشي بحكم ان الشوافة ما عندها حتى شي واحد في العائلة، وحتى الاقارب ما كاينينش، كاين غير الكليان صافي. وداك الناس بطبيعة الحال ما غاديش يضحيو بالسمعة ديالهم وبوجههم، وغادي يجيو لعندها في النهار ديال الموت ديالها. انا والدراري جالسين كعادتنا، والشيطان تا هو معنا، وما قال لنا راسنا غندخلو نزورو. السيد كيقول وهما جالسين واحد منهم قال لهم عقلتوا الدراري ملي كانوا غادين بها البوليس، وقالت بلي مالين المكان راهم غادي يبقاو في البلاصه اللي هي فيها في ديك الدار يوقع اللي وقع. كمل هضرتو وباش يقنعهم باش يمشيو معاه قال لهم يا ما سمعنا قصص من عائلاتنا على ناس عاونهم الجن وقداو غراض، يمكن هذه هي الفرصه ديالنا اللي الا مشات عمرها تعاود تعطانا. السي عمر كيقول ملي سمعوا صاحبهم قال هكا طمعوا وناضوا تبعوه بلا ما يفكروا. تسناو حتى خوا الدرب ودخلوا من الشرجم ديال الصالون، حيت هي كانت ساكنه في السفلي وهما عارفين ديك الشرجم ديما تما كيبقى محلول. دخلوا منه واحد بواحد. هاد الدار كانوا كيحلموا شي نهار يدخلوا ويشوفوها كيف دايره من الداخل، بحال اي واحد تيكون عنده الفضول. عمر تيقول غير دخلنا لقينا واحد السقيل ماشي عادي، لدرجه حتى الصداع اللي برا ما بقيناش كنسمعوه واخا الشرجم محلول. بقينا كنحلو البيوتا وشاعلين غير البيل ديال تليفوناتنا، حتى وصلنا للبيت اللي بينه هو اللي كانت كتخدم فيه، حيت مسدود والبيبان الاخرين محلولين. حيت الدار فيها 3 ديال البيوت، بيت ناس محلول، بيت الجلوس محلول، الصالون محلول، والبيت المسدود هو اللي كانت كتخدم فيه. دوزوني انا اللي نحلو بحكم عارفيني كنتريني وصحيح شويه الحمد لله، وعزيز عليا البحر كنمشي ليه بزاف وكنعوم بزاف. هادشي خلاني نربي الحمد لله الصحه والسفل. عمر كيقول وانا كنحل في ديك البواني بحال كنحس بشي واحد كيسدها من الجهه الاخرى، وفي نفس الوقت ما بغيتش نخلع الدراري حيت غادي يبداو يتجاراو هنايا والخوات، وغنشريو الصداع مع الجيران ووالدينا حتى هما، ويمكن كاع حتى البوليس اللي غيقول لك السيده نهار موتها داخلين تشفروا من دارها، وداكشي اللي شفروا الدري اللي كان كيتسخر لها غادي يتسبب فينا حنا. المهم في نفس الوقت كنحس بحال شي حاجه كتقول لي هذا أسوأ قرار غادي تاخدو في حياتك. حتى لواحد اللحظه داكشي اللي ورا الباب حسيت بيه خلاني ندخل. من بعد ما داك السدان ديالو للباب كان بحال كيقول لينا بيه تراجعوا على القرار ديالكم احسن ليكم. تحل الباب في غفله وحده ولقينا راسنا وسط البيت وورانا الباب، والبيت شعل فيه الضوء والضوء بيض، وجالسين وحدين على الدوره ديال السدادر كاملين لابسين البيض ومغطين حتى راسهم. ووسط البيت في البلاصه ديال الطبله كاين المغسل اللي كيغسلوا فيه الموتى ومكفله فيه الشوافه. كتبان لينا مفيكسيه وما قادراش تحرك وغير عينيها اللي كيدوروا، وكتبان خايفه بزاف. اما الاخرين اللي دايرين بها جالسين وكيدوروا راسهم بحال كيشطحوا وكيقولوا شي لحن بحال شي امداح بكلام ما مفهومش. عمر تيقول من بعد مرحله الصدمه اللي خلاتني انا وصحابي مجمدين في بلاصتنا وما قادرينش نفرقوا واش هادشي اللي شفناه حقيقه او حلم. تيقولوا بلي العقل عنده حدود، وهاد الحدود كيختلفوا من واحد للاخر. هادشي اللي وقع لينا انا عارف انه كاين ناس اللي ما غادي يزعزعهم في حتى شي حاجه، وناس اخرين
غادي يأثر عليهم لأبعد حدود. وهادشي بالضبط اللي وقع معنا. حنا بثلاثة بينا تبدلات حياتنا للأسوأ. أنا بكثرة الخلعة بديت كنرد، بدينا كنضربو في الباب حتى هرسناه من الوسط، وخرجنا كنغوتو بهستيريا. الجيران كلشي بدا كيطل، والدينا نزلوا وطلعونا. ومن هنا بدات المعاناة. عمر تيقول بلي دوز سنين وهو غادي جاي عند الرقاة والفقهاء، وتا شي واحد منهم ما قدر يعاونو. كاين اللي مشى عندهم وبقاو غير كيديو ويجيبوا فيه وكيسمسروا فيه على قبل الفلوس. كيف ما راكم عارفين الخوت، كاينين بزاف د الناس ما كيخافوش الله، وهما اللي قال عليهم الله اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. داكشي علاش الاخوان الى قدر الله اللي عنده شي مريض في العائله يحاول يرد بالو منهم. المهم، عمر كيقول بلي صحابو ولاو مساكن غير جالسين في الدار بلا ما يقولوا حتى شي كلمه. عمر تا هو براسو كيجلس حدا عائلته كيسمعهم كيدويو على محسن وعادل اللي ما بقاوش قالوا كلمه وحده، وإلا ما حركتيهمش ما يتحركوش، وباللي عائلتهم معذبين ومكرفسين معاهم. عمر تا هو نفس الحال مع عائلته. ومن هاد المنبر كنبغي نقول لاي واحد عنده شي واحد في العائله كيعاني من نفس الحاله، الله يعاونك عليه ورزقك الصبر ويشافيه. عمر كيقول كل نهار كنشوف والديا دايرين بالهم غير معايا، والفرحه ما بقاتش كتبان على وجوههم. ديما كيتجراو بيا عند الفقهاء، حيت كل ليله تقريبا كنحلم حلم خيب، والدار وليت كنشوف فيها ناس من غير عائلتي، والصفه ديالهم مبدله شويه على ديال البشر. حتى واحد اللحظه وليت كنقول باللي يمكن بصح ما لقيتش، وليت كننسى بزاف. بعض المرات عائلتي وما كنعرفهمش زيد على اصوات في ودني تيقولوا ليا انت اللي بغيتي هادشي، وهادشي كان غير انذار منا، المره الجايه نكتفوك ونحنطوك. من بعد فهمت باللي هادي كيديروها السحرة والجن كيعاونهم فيها، عن طريق الواحد يغسل بصابونة الميت، يعني الصابونة اللي غسلوا بها الميت، والطلاسم والحجابات ديال هاد السحر كيدفنوه في اقرب قادوس للدار ديال داك اللي باغين فيه الخدمه. هنا ما كيبقاش حتى كيتحرك، كيولي بحال الميت كامل مشلل، واخا ما عرفت اين طبيب يديو عليه. المهم، وليت كنشوف راسي غير متقل على العائله ديالي. كيصبح الصباح ميمتي الله يسمح لي منها كتنوضني وتغسل لي وتفطرني وتجلسني في الصالون وتخدم تلفازه فيها القران، غير تمشي للكوزينه وتخليني بوحدي في الصالون. كنبدا نحس بحال شي حد كيخنق فيا، وكتطلع معايا السخونيه، وكتجيني الطجه بحال باغي نهرب. كنت فيه وكترجع مسكينه تخدمو. خوتي ملي كيجيو جا السلام ما بقاوش باغيين يسلموا عليا، حيت اللحظه اللي وقع فيها داكشي اللي وقع في الليل وفي ديك الليله مشؤومه، حتى حاجه ما بقاتش كتيسر لشي حد في الدار. غنحس ولا تابع كل شيء، وهادشي تسبب فيا انا. الوالد غير كيدوز من حدايا وكيتنهد وتيقول الله يدير تا ولد الخير. انا ماشي لخاطري ديك الساعات، كيف ما كنقولوا قطره قطره كيحمل الواد. من بعد 3 سنين بالضبط والحال هو الحال، حتى شي كلمه ما خرجات من فمنا، وإلا ما حركتينا من بلاصتنا ما نتحركوا. من بعد شي ايامات سمعت الوالده كدويش خبيه مع الوالد في الكوزينه، وكتعاود لي على محسن وعادل اللي داوهم المصحه عقليه. هنا طحت وبديت كنتركل، وجاتني بحال الحاله ديال الصرع، ووسطها كنشوف راسي في حلم تيكونوا شاديني فيه الجن ورابطيني وكيعذبوا فيا. فقت، ومن تما وانا حاشاكم حتى الطواليت ديالي ما بقيتش كنقدر نحبسها، حتى داروا لي ليكوش. على الاقل في الاول كنت كنحبس حتى كتشوفني الوالده وكتسولني، وكنز فيها عيني هنا هي كتعرف باللي خصها ديني للطواليت حاشاكم، وكتبقى معايا مسكينه حتى كنسالي. هادشي اللي وقع مع محسن وعادل جاب لي التمام. والحاجه اللي غادي تكمل عليا هي فاش غتخليني الوالده في الدوش، حيت هي اللي كتعومني مسكينه، خرجات تجيب لي الفوطه وترجع، وهادشي في الليل.
تا كينزل عليا داكشي اللي نزل من السقف كامل مزغب وملوي عليه كامل، سناسل كاملين دمايات. طحت في البلاصه غيبت، فقت من وراها وتجرات بيا مهمتي لمده ديال 3 ايام. هنا راسي قال لي هرب، خليت تنعس كلشي وخرجت غير رجليا وفين يديوني. غير اللي لقيتها في الطريق ناكلها. كتعرف دوك المتشردين اللي كحالو غير بالشمس واللحيه والشعر وضفارهم طوال وتوسخوا ريحتهم ما تشمهاش وغا ساكتين وغاديين وكيشوفوا في الارض. وليت انا واحد منهم. ما وقفت غير في مدينه اسفي، مشيت الجهه ديال البحر حدا الرمله والصخر وجلست تما. نهار الاول الثاني الناس عرفوا بلي مسكين متشرد حمق جالس تما، والحمد لله ولاد وبنات البلاد مازال فيهم الخير. الماكله كيجيبوها ليا حتى لعندي وتا الحوايج. توليت مدور بيا داكشي وساكن تما في ديك البلاصه. تا واحد ما بقى ساق ليا الخبار، وحالتي اللي تكفسات عاونات ان بنادم ما يتعرفش عليا. الايام تمر وانا كل ليله كنحلم نفس الحلم، ان الجن شاديني وشادين ليا كل ايد مع عمود وكيجلدوا فيا. ومره كيبانوا وجوه قدامي اللي بصراحه تعودت على الصفه ديالهم، واللي ما بقاتش كتخلعني ولا تحرك فيا شي حاجه، حيت صافي هادشي عاش معايا عمر طويل. عمر تيقول فين ما كتضربني الفيقه من داك الحلم في نصاصات الليل كنبدا نسمع الصوت ديال شي حد كيغوت ربي تخلقو، وكنبقى نسمع في داك الصوت الليل كامل تيأذن الفجر ويصبح ويفتح. والصوت جاي من الغار اللي في الطواله اللي كدير البحر ورا المصنع ديال الكبريت اللي كاين في اسفي. الناس ديال اسفي غادي يعرفوا البلاصه بالضبط. الايام تمر وعمر على نفس الحاله، وتيقول واحد النهار كنفيق بحال ديما من داك الحلم، ولكن هاد النهار شي حاجه غير طبيعيه. صداع تجهد لواحد الدرجه خطيره حتى ما بقيتش متحمل نسمعو. قلبي كيضرب بغى يسكت، تأذن الفجر والصداع هو يختفي عاوتاني. تيقول قلبي مخطوف عليا، والحاجه الوحيده اللي كنفكر فيها هي الهروب من هاد البلاصه. وانا في بلاصتي كنفكر حتى كنسمع الغوات، وهاد المره ماشي نفسو هداك ديال الغار، وهذا كنحس به قريب ليا. خرجت من الخيمه اللي مصوبه غا بالمانط مقطعين، كتبان ليا مرا كبيره هي اللي كتغوت وكتندب. كنشوف في الماء كتبان ليا بنت صغيره غادي بها البحر، وهاد البلاصه معروفه صعيبه شويه في العومان. صراحه ما فكرتش وتلاحيت في الماء نيشان، الماء اللي ما قاسش لحمي شهور هادي من اللي خرجت من دارنا. وصلت لعند الدريه وجبت دوره كبيره عاد خرجتها، حيت ما نقدرش نخرج بها النيشان من البلاصه اللي دخلت بحكم تما كاينه الجره. المراه الكبيره فرحات كتر من القياس، وانا يلا درت باش نمشي في حالاتي، وهي تشدني ووقفاتني، مسحات لي على وجهي بيديها اليمنيه، وهي تقول لي جلس هاد الليله ودير اللي راك خاصك ديرو، وهي تمشي بلا ما تزيد حتى شي كلمه اخرى، وجرات معها بنتها. رجعت لبلاصتي بحال تسمرت فيها. بصراحه كنت هاد الليله معول نمشي لشي قرينه اخرى ونبعد من هاد البلاصه. غير جا النص ديال الليل عاوتاني بديت كنسمع في الغوات، قلت والله تنشوف هاد الصوت هذا ديال من. مشيت للغار والصوت غادي وكتجهد كل ما كنقرب للغار، حتى دخلت ليه. وانا داخل كيبان ليا الضو ديال شي شمع شاعل تما، وكنسمع السلسله كتحرك والغوات حتى هو. الغريب في الامر ان عمر شي واحد دوا عليه حدايا، حيت انا بوحدي اللي كنسمعو. وانا كنقرب كنشوف جوج رجال بجلالبهم حاطين الشمع وراسمين نجمه في الارض وكيقطروا فيها بالشمع اللي كيدوب، وتيقولوا إن كل منك فإنك منا ولاء لأبو العزة سارب، إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. وكيبقاو يعاودوا فيها. الغريب في هادشي هو الغراب اللي مهرس من جناحه وكيسير بالدم، والسلسله الغليظه اللي
اللي مهبطه ليه راسو للارض وشادينو بها من عنقو وكيغوت. ويلي كيفاش الصوت ديال الغراب بحال الصوت ديال بنادم وكيغوت من الفوق. واحد من الرجال قال ليه حتى حاجه ما غتفكك منا اليوم يوم الخلاص ولا أقول لسيدنا سارب. كنسمع صوت آخر تيقول لهم إن ربي قوي عزيز. يمكن نكون وليت متشرد حمق ما خرجات من فمو كلمة وحدة سنين هادي، ولكن هادشي اللي كاين قدامي مستحيل نكون كنتخيلو. ما عقلت على راسي حتى لقيت راسي ناشر دوك جوج رجال في الأرض ومغيبين وحجرة في يدي. الظلم كان العدو ديالي ملي كنت صغير. هزيت الغراب ومشيت للخيمة ديالي، حيدت ليه السلسلة من عنقو وجبرتو. في كل ليلة كنحلم بيه كيجي لعندي من نهار له جبتو وعتقتو وكيعطيني واحد الرزمة. دوز معايا مدة 4 أيام. في النهار الرابع خرج من الخيمة في الليل وأنا كنشوف فيه تطار وعلى مزيان. هنا تيقول عمر رجع ليه الإحساس ديال يهرب ويمشي عاوتاني يبعد من هاد البلاصة. ناض من بلاصتو ومشى للمحطة ديال الكيران، هذا يعطيه من هنا والاخر يعطيه من ليه حتى جمع فلوس المركوب. كار راجع لكازا وغيدوز من الفوق الزمامرة جديدة كازا. الكار غادي يوقف بيهم في سيدي اسماعيل في نصاصة الليل. الناس جالسة في المحطة كتعير. عمر تيقول غتوقف عليا واحد الراجل قال لي عاونتي الغراب اجي معايا. ركبت معاه في طوموبيلتو كي الامانه. وصلنا لدرب خاوي وطلعنا لواحد الدار. الصالون كبير فيه 3 ديال الرجال اخرين حاطين طبله فيها واحد الوراق وتيكتبوا فيها غير بصبعهم من بعد ما كيخشيو في واحد الزلافه عامره بحال داكشي بحال الدم، وكيعاودوا في نفس الوقت شي هضره بحال الطلاسم. غير دخلت حبسوا داكشي وحنا وراسهم. من بعد ناضوا جلسوني فوق الطبلة على دوك الوراق ومتكي على ظهري، حطوا يديهم كاملين عليا وفي البلاصة بديت نحلم بنفس الحلم. وعمر تيقول باللي هاد المرة داك الجن اللي كانوا كيعذبوه في الحلم طلقوه وبعدوا منه وحل عينيه، وقال باللي ملي حل عينيه حس براسو بحال تولد من جديد، رجع للطبيعة ديالو الأولى. هبط معاهم للطوموبيل من بعد ما هما نزلوا وهما هازين دوك الوراق. دخلوا مع واحد البيست وهو مازال ساكت واخا قادر يدوي، ولكن مازال مصدوم في راسو انه رجع كيف الاول. عمر كيقول وقفنا حدا واحد البير وغير الخلا والقفار، جبدوا الوراق وشعلوا فيهم العافيه ولحوهم في الارض. انا غير واقف. الوراق بقى كيدفعهم البرد واخا ما كاينش شي برد قاصح، يعني البرد اللي كاين ما يقدرش يحرك دوك الوراق. دوك الوراق مازال شاعله فيهم العافيه غتوقفوا في واحد البلاصه وطفاو. دوك الرجال مشاو نزلوا الفاس والبالا من الطوموبيل وبداو كيحفروا حتى طلعوا خنشه. جا واحد فيهم مدها ليا بلا ما يقول حتى شي كلمه. ركبوا في الطوموبيل ومشاو. حليت الخنشه فيها ورقه مكتوبه وفيها سميه كنزه البدويه. هاد السميه ديال الشوافه اللي دخلت لدارها انا وصحابي. عمر ما بقاش كيجي داك الحلم ورجع للطبيعه ديالو من بعد هادشي اللي وقع. باع شويه من داك الدب اللي كاين في ديك الخنشه، نقى الحاله، شرا دار في كازا وشرا شركه ديال الكرتون في عين السبع، وهادشي كامل في مده 7 شهور من بعد ما لقى الكنز. قرر يمشي لدربهم القديم رغم انه كان خايف، ولكن مع ذلك مشى عند والديه اللي فرحوا بزاف بالعوده ديالو. داهم لدارهم جديده وعاون خوتو ماديا. محسن ومعاد مشى عندهم المصحة النفسية اللي هما فيها، وتيقول لقاهم في واحد الحالة مزرية. داهم عند دوك اللي في سيدي اسماعيل حيت عقل فين كاينه الدار وعاونوهم حتى هما. من بعد رجعوا حتى هما للطبيعة ديالهم وعائلتهم رجعوا كيف كانوا قبل فرحانين، ودخلهم يخدموا معاه في الشركة ديالو. اما واحد دار الشوافة مازال مسدودة وعمر شي حد قرب ليها، بحال عمر وصحابو كانوا عبرة.
اما اللي ضربهم عمر في ديك الغار ما بقى سمع عليهم حتى شي خبار. عمر عمرو معاود القصة ديالو لشي واحد وتيقول انا همي نعاود هاد القصة من بعد ما دازت عليها مدة طويلة، غير باش الواحد يرد بالو وان النهاية ماشي ديما كتكون حميدة، حيت لحد الان كنقول معجزة من عند الله هي اللي وقفت معايا. وفي الاخير الله رؤوف بالعباد ديالو، والله يشافي كل مريض.